من صغري وانا دايما اسمع عن لعبه شطرنج، بسمع لاي حد ان اللعبه دي جميله، ان اللعبه دي واو، بتخليك شخص عبقري، بتخليك شخص مميز جدا، فريد من نوعك، سواء كان في تفكيرك في تصرفاتك او حتى في تحركاتك في المستقبل. ولكن كل واحد كنت اقول له ان انا ما بلعبش الشطرنج كان يبص بنظره استحقار، يقول لي ايه ده، انت ازاي فلاح كده؟ مش فاهم يعني ازاي انت ما بتلعبش شطرنج، انت فايتك كتير جدا. وبالفعل بعد ما اتقالت لي الجمله ديت كتبت على اليوتيوب، كتبت كلمه شطرنج، لقيت ما شاء الله كورسات الشطرنج من الصفر، جربتها عمال من ساعة ما فهمت لعبة الشطرنج ديت وانا مش فاهم اي حاجة برضو. دايما كنت بخسر، دايما كان في لوز ستريك كده ورا بعض، فده خلاني اكون مكتئب كشيء مؤقت. ولكن مع الوقت برضو عرفت اكسب، عرفت اتعلم حاجات جديدة، عرفت اتأقلم مع اللعبة ديت. دايما من اول تحرك في لعبة الشطرنج بيبقى في احتماليات، سواء كان من العدو اللي ضدك ممكن تحتمل منه انه يحرك قطعة معينة، ولكن بعد كل حركة والتانية الاحتمالات بتزيد. انا شفت الارقام بتاعت الاحتمالات ارقام مهولة، يعني واحد جنبيه 10 اصفار ولا حاجة. وده بيخليك ان انت تطبق الموضوع ده في حياتك، ان انت دايما بتراجع تحركاتك، بتشوف الحركة اللي انت ناوي تتخذها في حياتك، هل التحرك دوت هل هيفيدك، هل هيضرك، هل الكورس اللي انت حابب تاخده دوت هل الكورس ده هيفيدك، هل هيضرك، هل ينطبق في مجال عملك اللي انت نفسك تشتغله. بس فبيخليك دايما قبل ما تتخذ اي خطوة في حياتك ان انت بتراجع، بتحسب، بتخطط، بتشوف الخطوة ديت هل هتفيدني، هل هيكون ليها مخاطر، هل هيكون ليها اضرار. تاني حاجة لقيتها في لعبة الشطرنج دوت ان انت دايما بتطلق العنان لمخيلتك، بتطلق العنان لتحركاتك، بتطلق العنان للتجارب اللي انت نفسك تجربها، ان انت ما بتخافش، ان انت بتجرب بدون تردد، بتعك زي ما تيجي تيجي. فدي نفس الفكره في الشطرنج، ان انت بتجرب، نجحت ما فيش مشكله، فشلت خلاص، بس انت اتعلمت، جربت، استمتعت، حسيت بالمتعه بتاعت الفشل ديت. ما فيش حاجه اسمها نتائج مثاليه، النتائج المثاليه اللي انت بتخططها في دماغك ديت ممكن بيدوبك حركه من العدو اللي قدامك ان هو بيخليك تشتت، تتردد. النتائج المثاليه اللي انت رسمها في دماغك ديت، السيناريوهات الوهميه الجميله اللطيفه الظريفه، الفوركي اللي انت كتبها في مخيلتك ديت، ما اعتقدش ان هي ممكن تتحقق. لانه ممكن خطوه في حياتك تحصل، ممكن ظرف طارئ يحصل في حياتك، ممكن خزو ياتيك من حيث لا يحتسب. ممكن دايما في الشطرنج بتبقى دايما بتضحي بالقطع الصغيره، بتبدا بيها، بتضحي بيها، بتشوف تحركات اللي قدامك ديت بتبقى عباره عن ايه. نفس الفكره ديت انت بتطبقها في حياتك، انت بتحاول تضحي بالحاجات الصغيره لاجل الحاجات الكبيره. وفكره ان انت بتحاول تفوز او ان انت تنجح في شيء معين او ان انت تحاول تكون متميز في حاجه بدون تضحيه مستحيل. وابسط مثال على كده، لو انت حابب تطور مهاراتك في الانجليزي فانت مضطر ان انت تضحي بالوقت الزياده اللي انت بتعمله في الجيمنج، في الوقت الزياده اللي انت بتخرج مع اصحابك، في الوقت الزياده ان انت تتفرج على التلفزيون بدون اي هدف. فانت بتضحي بالحاجات اللي انت بتستمتع بيها ديت لاجل ان انت بتطور مهاراتك في حاجه تانية، سواء كان بقى انجليزي، مهارات رقميه، تتعلم بقى حاجات عن الذكاء الاصطناعي، تتعلم بقى برمجه، تبقى هاكر بقى اخلاقي. ولا الافتتاحيه اول حاجه بتعملها في الشطرنج بتبقى حاجه اسمها الافتتاحيه. طبعا لما شفت الطرق الافتتاحيه كده في الشطرنج بقى في ستايلات متنوعه في الشطرنج، ان انت في افتتاحيه جديده باختراع اسم لاعب فبتتسمى باسمه، في افتتاحيه بتبقى موجوده في بلد فبتتسمى الافتتاحيه ديت باسم البلد اللي تم اختراعها. ولكن ايا كان هو كده نفس فكره الشطرنج ديت، ان انت بتقوم بعمليه الافتتاحيه اول حركه بتعملها اول ما بتبدا اللعبه بتاعتك في الشطرنج. ولكن نفس الفكره دي انت بتطبقها في حياتك، اول ما بتصحى من النوم ده كده يعتبر افتتاحيه. ايه هي اول خطوه تعملها؟ هل انت هتمسك التليفون؟ هل انت هتمسك ورقه عشان تخطط انت تعمل ايه في يومك؟ هل انت ناوي تذاكر، ناوي تطور مهاراتك، ناوي تلعب رياضه، ناوي ما تعملش اي حاجه النهارده يبقى النهارده يمطر فيه ليس اكثر؟ فهي نفس فكره الافتتاحيه اللي في لعبه الشطرنج، هي نفس اللي انت بتحصل اول ما بتصحى من النوم. قدامك طريقين، يا اما انت اول ما تصحى من النوم تمسك التليفون وتفتح سوشيال ميديا، تيك توك، انستجرام، فيس، ايا كان، او ان انت تمسك ورقه وقلم وتقرر انت تعمل النهارده، سواء كان بقى مذاكره، تطوير مهارات، هتخرج مع صحابك، هتروح الشغل، ايا كان. في ناس تانية اصلا ما بتلعب اللعبه ديت على اساس ان هي بتستمتع، عجبها اللعبه ديت مش عاجبها اي لعبه تانية يعني. ولكن في الاول وفي الاخر هي اذواق، انت بتحب الشطرنج، في غيرك بيحب الفيديو جيمز بانواعها، في غيرك بيحب يلعب العاب رعب، في غيرك ما بيحبش الالعاب عموما، في غيرك بيحب يفتح الفيسبوك يلعب المزرعه السعيده. هي دي نظره السعاده بالنسبه له.